السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. سعيدة جدا بالناس اللي انضموا لينا مؤخرا. ترحب بكم، تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وكنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. شيء وحيد اللي نحب ننوه به هو ان جميع الرجيمات اللي كنقدم لكم البنات هي رجيمات مجربة فعالة، سبق وانني جربتها انا والعديد من الناس اللي خدوها من عندي وكانت النتيجة فعالة ورائعه. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انني هادشي اللي كنعطيه لكم من القلب يوصل للقلب. مباشره وبدون اطاله غادي نمر اليوم الخامس من الرجيم النباتي او رجيم 7 ايام لخساره 7 كيلو. هذا الرجيم هذا كيف قلت لكم هو رجيم جميع الناس، وبالتحديد او بالاخص الناس اللي ما كياكلوش بروتينات او كيكونوا نباتيين. اللهم في اليوم الرابع اللي كاين الحليب مع الموز، ويقدروا يستبدلوه بالحليب الحيواني من اصل حيواني بحليب من اصل نباتي كحليب الصويا او حليب الكوكو او حليب اللوز الى بغاوه الا كانوا نباتيين. بالنسبه لليوم الخامس هو هذا. من بعد ما دوزنا اليوم الاول اللي كان عباره عن غير تذكير فقط، الناس كيقولوا لي كتهضري بزاف ولكن سمحوا لي غادي نذكر. اليوم الاول كان عباره عن خضر، عفوا عن فواكه فقط. اليوم الثاني خضر فقط. اليوم الثالث هو مزيج ما بين الخضر والفواكه. اليوم الرابع هو عبارة عن موز وحليب. واليوم الخامس هو هذا اللي اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوه مع بعضياتنا. اذا بالنسبة لليوم الخامس فغادي نحتاجوا اول شيء كوب من الارز البني او لو ري كومبلي. ها هو البنات، هذا اختاريت انني نوريه لكم هكا في هذا ديالو لومبالاج. هانتوما source de phosphore, elle est pleine de vitamines et de phosphore معادن. فيه معدن الفوسفور بكميه كبيره. هذا البنات خديته من المرجان من ليغون سورفاس، راه تلقاوه متواجد بكثره. البنات اللي كيسولوني واش ناخذ كوب من الارز قبل او بعد الطبخ، اكيد البنات بعد الطبخ، لان ملي كنديروا كوب قبل الطبخ فهو ملي كيطيب كيزكى كيف ما كنقولوا حنا في المغرب، وكيتضاعف الحجم ديالو، بالتالي الا كليناه كله غادي ننفخو، غادي نوليو في قيمه ديال النشويات اللي هي كبيره. فمني يطيب لينا غادي ناخذوا منه واحد 3 ولا 4 المعالق، نعمروا واحد الكبيس صغير. اذا عندنا كوب من الارز البني، ثم عندنا 5 من الطماطم مطيشه، كنجيبوها كنغسلوها وكنقطعوها، نديروا معها شويه ديال المليحه وبزيره وحامض، وناكلوها على شكل فاكهه لان هي في الاصل فاكهه، او ناكلوها على شكل سلطه. اذا عندنا 5 حبات من الطماطم. ممكن انكم تنقصوا، ماشي بالضروره تقيدوا بهذا العدد، المهم انا تنقول لكم شنو الاصل او لا باز. كوب من الارز او الرز البني الكومبلي. اذا ما كانش الكومبلي البنات لا ضروري الكومبلي. ثم تفاحتين وبرتقاله او غريب فروت او بامبلموس او ليمون هندي واحد، الا ما كاينش تعوضوها ببرتقاله. تفاحتين وشوربه الحريقه. الشوربه الحريقه كتاخذوها افولونتي قد ما بغيتو، ما كاينش مشكل بالنسبه للشوربه الحريقه. الشوربه الحريقه البنات غادي نخليها لكم فيديو مستقل اذا اللي كنبغيش نتكلم عليها. فعندكم الشوربه الحريقه افولونتي تاخذوها على مدار اليوم قد ما بغيتو، مع عدم نسيان شرب الماء. شرب الماء اساسي في هذا الرجيم وفي اي رجيم اخر. كنقولها دائما، الماء البنات كيقولوا لي البنات شحال نوصلوا، حبذا لو تشربوا 3 لتر. الا شربتوا 3 لتر في اليوم راه رائع جدا ومهم جدا ومفيد جدا. اذا بالنسبه لليوم الخامس عندنا كوب واحد من الارز، 5 حبات من الطماطم او 5 ديال المطيشه، تفاحتين، برتقاله واحده او غريب فروت واحده، والشوربه الحريقه على مدار اليوم افولونتي كيف ما بغيتو تشربوها الكميه اللي حبيتو. اذا هذا بالنسبه لليوم الخامس. بالنسبه لليوم السادس، غيكون على الشكل التالي: ما فيش فواكه، غنحيدو الطماطم وغادي نخليو سلطه مشكله على مدار اليوم. ممكن تاخذوا سلطه في الغداء، تاخذوها في العشاء، ماشي مشكل. الشوربه الحارقه، ودائما كوب من الارز. هذا بالنسبه لليوم السادس. اذا شنو بدلنا؟ زولنا دوك الطماطم رديناهم في لاصالاد وزولنا الفواكه. اذا اليوم السادس فيه الشوربه الحارقه افولونتي بالكميه اللي بغيتو على مدار اليوم، فيه كوب من الارز الكامل، وفيه ايضا طبق مختلف ومشكل من السلطه. اذا كنتمنى ان الشيء اللي قلت يكون واضح. بالنسبه لليوم السابع غادي يكون فيه الشوربه الحارقه. علاش هادو جمعتهم؟ لانهم بحال. الشوربه الحارقه كوب من الارز، السلطه
وعصير غريب فروت او عصير برتقال. كنتمنى انكم تجيبوا ورقه وستيلو باش تعقلوا. انا غنحاول انني نكتب لكم في نهايه هذا الفيديو ديال اليوم الخامس والسادس والسابع باش تعقلوا، لان ما فيهمش اختلافات كبيره. وغادي ندير معكم تذكير بسيط باش يعني يوقع لكم المام بهذا الشيء اللي قلت. فغادي نحاول انني نبدا معكم. اذا اليوم الخامس غيكون عباره عن الشكل التالي. دابا غادي يجيو بزاف التعليقات يبقاو يقولوا لي كتعاودي وكتكرري. اللي كنعاود وكنكرر وما عجبوش الحال ما عندي ما ندير ليه، كنستسمح يخلي حتى يكون شي فيديو اللي ما فيهش الاطاله. انا هاد الفيديوهات ديالي كنشرح فيهم باش الناس ما يلقاوش مشكل من بعد. ومع ذلك لقيت التعليقات مليئه ومليئه بالاسئله واللي كنجاوب عليها، لانني وعدتكم وخديت عهد على نفسي انني دائما نجاوب على الاسئله. فالله يخليكم خليوني نشرح. لينا ملي كنلقى دوك التعليقات ما كنفهمش علاش كطولي الفيديو، كلام كثير، تتكلمين كثيرا. تنتكلم كثيرا، الموضوع لا يفيدك لا يهمك، ما تدخليش الفيديو، خليتي يكون شي فيديو اللي ممكن انه يشكل افاده بالنسبه لك. هذا بين قوسين. اذا سنعيد بالنسبه لليوم الخامس. سناخذ الشوربه الحارقه على مدار اليوم بالكميه اللي بغينا، كميه مفتوحه، ناخذوها الصباح، ناخذوها مع 12، ناخذوها في الظهر، ناخذوها في الليل، ماشي مشكل. الشوربه الحارقه وقت ما بغيتو تاخذوها خذوها. عندنا كوب من الارز بطبيعه الحال بعد الطهي. هذا الارز البني الكامل، وغنوري لكم الطريقه ديال الطهي ديالو في اخر الفيديو. ثم عندنا برتقاله واحده، الا ما توفرش الجريب فروت او البرتقال الهندي، برتقاله واحده، تفاحتين، وخمس حبات من الطماطم توضعوهم على شكل سلطه او تاكلهم كشكل فاكهه. انا شخصيا كنقبطها، كنغسلها، كنقطعها على جوج، كندير شويه ديال الملحه وكنبقى نعضها هكا بحال التفاح. كتعجبني وزوينه ومفيده. هذا بالنسبه لليوم الخامس. كنظن على انكم خديتوا صوره شامله عليه. ها هو غنخليه لكم بحال هكا تشوفوه بضع ثواني. الشوربه الحارقه، الارز البني، غريب فروت واحده، تفاحتين، والطماطم. سي بون. غندوزو لليوم السادس. اليوم السادس ما فيهش فواكه باش تعقلوا عليه. اليوم السادس ما فيهش فواكه، وما مقيديش بالكميه ديال الطماطم اللي غادي نديروها في لاصالاد. اليوم السادس فيه شوربه حارقه على مدار اليوم بالكميه المفتوحه التي ترغبون فيها، كوب واحد من الارز البني، والسلطه على مدار اليوم بالكميه التي تفضلونها، ما كاينش اي مشكل. وبالنسبه لليوم السادس واليوم السابع فهما لا يختلفان كثيرا، تقريبا نفس الشيء. شوربه حارقه بالنسبه لليوم السادس، كوب من الارز، سلطه على مدار اليوم بالكميه المرغوبه. اليوم السابع نفس الشيء، شوربه حارقه، كوب من الارز البني، سلطه على مدار اليوم، وعصير برتقال او غريب فروت. عصير كوب عصير واحد، يعني غتاخذوا جوج ليمونات ولا جوج ديال لي غريب فروت وغديري بهم العصير ديالك، تشربيه في الصباح ولا في العشيه ولا الوقت اللي بغيتي. هذا بالنسبه لهاد الثلاث ايام. بالنسبه للناس اللي كيحسوا انهم فاشلين او عيانين او كيكونوا مرضى، يعني فيهم شي مرض، يعني ما تيقدروش يتحملوا هذا الريجيم اللي هو نوعا ما قاسي، لان الكميات بطبيعه الحال مفتوحه. هي عندنا خضر، عندنا ارز فيه فوسفور، عندنا بطبيعه الحال الياف، عندنا فواكه، ولكن كاين اللي كيجيه واحد النوع من الهبوط او ما كيقدرش، فهذاك ممكن انهم ياخذوا قطعه من السمك او قطعه من الدجاج بدون جلد وبدون مواد دسمه، يشويوها، او بطبيعه الحال يديروها بالنسبه للدجاج يديروا شاورما او يشويوه حتى تيبقى الشيء هو احسن شيء. بالنسبه للدجاج قطعه من الدجاج او قطعه من السمك، الوزن ديالهم يكون تقريبا واحد 100 غرام. فهذا بالنسبه للناس اللي ما يقدروش انهم يصبروا على هذا الريجيم. اما انا شخصيا والناس اللي كنعطيه لهم كيجربوه هكا بالحذافير ديالو، ما كينقصوا منه ما كيزيدوا منه، كيكون يعني نتيجه هائله. فتصل الى 7 كيلوات بالنسبه للاوزان التي تفوق 90. دائما كنقولها البنات، الاوزان الكبيره التي تفوق 90 كيلو الخساره كتكون كبيره جدا، ولكن بالنسبه للناس اللي كيكونوا قربوا الوزن المثالي اكيد ان الخساره كتكون اقل. هذه مساله خصنا نكونوا متفاهمين عليها انا وياكم. وخصنا نتفاهموا ايضا على واحد المساله. بالنسبه لي انا في الريجيمات ديالي اللي كيهمني اكثر هو المقاسات. فملي كنعطي خاصه ماشي بالنسبه للريجيمات السريعه، الريجيمات السريعه كنديروها باش نهبطوا في الميزان، ولكن بالنسبه للريجيمات اللي كنعطيها مده 10 ايام او 15 يوم او اسبوع، هادو كنفضل انني نلاحظ واحد الفرق في المقاسات. يعني المقاسات شنو كنقصد بها؟ لا ميزور. ملي كنجي مثلا كيكون السروال ديالي ولا تيجيني شويه واسع، لا شوميز ديالي او الثياب ديالي كيجوني شويه واسعين، هنا انا كنفرح اكثر من الميزان بالنسبه ليا، لان الا خسرت مقاسات يعني انني كنخسر دهون، يعني ان الدهون ديالي هي اللي
كتمشي من الجسم. فهمتوني كيفاش؟ ففرحوا اكثر انكم تخسروا المقاسات ماشي الوزن. كنديروا هاد الريجيمات السريعه بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم احباط، او تيكون عندهم ثبات في الوزن، او تيكون عندهم عمليه باغيين يديروها، او تيكون عندهم مرض او الركبي ديالهم تقلوا عليهم، فكنديروا هاد الريجيمات السريعه باش كنخفوا الوزن بسرعه. ولكن كيبقى نظام الصيام المتقطع بالنسبه للناس اللي يعني الوزن ديالهم قرب على الوزن المثالي هو افضل الانظمه، لانه صحي وغني بجميع الانواع ديال الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا. الريجيمات السريعه اللي عنده مناسبه، اللي عنده مرض، اللي مزروب، اللي ما عرفتش عنده شي ظرف، ممكن انه يقوم بهم. ولكن البنات الريجيمات السريعه لا تتم بشكل متتالي. هذا السؤال هذا تيجيني بزاف، تيقول لي درت ريجيم الموز اليوم، واش ممكن غدا ندير الريجيم العسكري؟ اكيد لا. علاش؟ لان الا درنا ريجيمات متتاليه سريعه معدل الحرق ديالنا غيتباطئ، وبالتالي واخا غنديروا الريجيم ما غنستافدوا حتى شي حاجه، ما غاديش، لان المعدل ديال الحرق ديالنا ولا بطيء. فواخا نديروا الريجيم ما غاديش تحرق لينا حتى شي حاجه، ما غاديش نقصوا حتى شي حاجه لا في الميزان لا في المقاسات. فالله يخليكم الريجيمات السريعه كتكون مره كل 15 يوم او مره كل 3 اسابيع، ماشي يعني بشكل متتالي. الا درنا ريجيم سريع كنوقفوا مثلا فيه مده ديال 3 ايام او 4 ايام، باقي الاسبوع كنكملوه بواحد النظام اللي هو صحي. ملي كنقول نظام صحي يعني كيكون قليل النشويات، كيكون منعدم الدهون الضاره، الدهون ناخذ شويه ديال الدهون الصحيه كملعقه من زيت الزيتون في اليوم، وقليل السكريات. انا تنقول منعدم السكريات، ولكن الكثير من الناس كيقول لي على اننا ما كنقدروش نحيدوا السكريات. فالبنات ما قدرتوش تحيدوا السكريات، لا غالب عندكم الحق في ملعقه واحده في اليوم، او ممكن تستعملوا بديل السكر محلى اصطناعي، رغم انني ما كنفضلوش، كنقولها وكنعاودها. قد ما قدرتوا تحيدوا السكر قد ما يكون ممكن. والا خديتوا السكر في مثلا شي قطعه ديال البسكوت مصايبه في الدار بالشوفان، ملعقه العسل، ولا حاولوا تاخذوا القهوه ديالكم بدون سكر، تاخذوا الشاي ديالكم بدون سكر، فهذا شيء محبوب. بالنسبه للناس غادي يجيني السؤال، هل من الممكن انهم ياخذوا المشروبات ديالهم؟ ممكن، مشروبات الحريقه او الشاي بدون سكر. بالنسبه للقهوه فهي ممنوعه في هذا الريجيم، كنقولها وكنكررها، القهوه ممنوعه في هذا الريجيم، لا نسكافيه لا اي نوع. القهوه ممنوعه منعا باتا في هذا الريجيم. الشاي الاخضر ينصح به بعد الاكل بساعتين، عليه عصره الليمون، رائع جدا للحرق. هذا بالنسبه لليوم الخامس والسادس والسابع. كنظن على انني غنخلي لكم الطريقه ديال الشوربه الحريقه والرز، الارز الكامل، في فيديو لاحق بحول الله. هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو. شرب الماء البنات ما تنساوش، شرب الماء بكثره. الرز والشوربه غنخليه لكم باش تعرفوا كيفاش تقوموا بهم. كاعاده وملخص: اليوم الاول فواكه، اليوم الثاني خضر، اليوم الثالث خضر وفواكه، اليوم الرابع موز وحليب، اليوم الخامس قلت لكم بانه كيكون عباره عن شوربه حارقه، ارز، تفاحتين، جريب فروت وطماطم. اليوم السادس عباره عن شوربه حارقه، ارز وسلطه. واليوم السابع شوربه حارقه، ارز، سلطه وعصير من البرتقال او الجريب فروت. شرب الماء بكميات كبيره، شرب القهوه ممنوع. هذا كل ما يتعلق ممارسه القليل من المشي، حبذا لو 30 دقيقه كل يوم يكون مستحب، والنتيجه تكون رائعه. شكرا لحسن متابعتكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو لاحق بحول الله.